البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في لانوفيل فيديو لنهار اليوم جيتكم بكريم الترطيب من مينياس هو منتوج جزائري، راهو حاليا متوفر في الاسواق الجزائريه. كنت جربت هذه الكريم وحبيت نشارككم تجربتي فيما يخص هذا الكريم خاص بالبشرة. فيه 3 أنواع: كريم خاص بالبشرة الجافة والحساسة، الكريم الثاني خاص بالبشرة الدهنية، والكريم الثالث اللي هو غني بالفيتامين سي. انتي تختاري الكريم اللي يناسب نوع بشرتك. انا كنت اخترت الكريم اللي راهو امامكم واللي خاص بالبشرة الجافة والحساسة، لانه بشرتي جافة. بالنسبة للكمية اللي يحتويها هذا الكريم، فيه يعني كمية شوية قليلة، 50 غرام. أما بالنسبة لمكوناته فهو غني بالزيوت، فيه زيت اللوز، زيت نواة المشمش، زيت الأفوكادو، فيتامين أو، وخلاصة العسل. هذوما كامل المكونات يساهموا في عملية ترطيب البشرة. فيما يخص تجربتي مع هذا الكريم، عجبني بزاف من ناحية الترطيب، ما سبب لي حتى احمرار أو حبوب في الوجه. أما فيما يخص الاستخدامات، تقدروا تستخدموه مرتين في اليوم، يعني في الفترة الصباحية أو قبل ما تستخدموا المكياج. كذلك تقدروا تستخدموه أيضا في الفترة الليلية. هذه يعني فيما يخص تجربتي مع هذا الكريم. نتوما فقط اختاروا الكريم على حساب نوع بشرتكم. اللي عندها بشرة جافة تختار كريم البشرة الجافة، واللي عندها بشرة دهنية تختار الكريم اللي خاص بالبشرة الدهنية. نتمنى أنني نكون فدتكم. البنات اللي جربوا هذا الكريم خلونا رأيهم في التعليقات. سلام.